عمرك ما تخليها تحس انها احسن منك. ما ينفعش تحس ان هي احسن منك، ما ينفعش تحس ان هي تستاهل الاحسن، ما ينفعش تحس ان هي تقدر تبقى مع راجل افضل منك. عمرك ما تعمل كده ابدا. انت محتاج تزرع الفكرة دي جوه دماغها، والاهم انك تزرعها جوه دماغك انت. فلازم تكون مؤمن فعلا ان انت احسن منها، عشان لما هيكون عندك ايمان من جواك وثقة في نفسك ان انت افضل، فانت لما هتتصرف فعلا في الحقيقة تصرفاتك هتعكس ان انت الافضل. ومهم جدا انك ما تاخدش كلامي غلط. انا كلامي مش معناه انك تعملها وحش، تعملها معاملة زبالة وتهينها عشان تبقى احسن منها اطلاقا. اي علاقة بيبقى فيها حد اعلى من التاني، فانت عايز تكون الطرف الاعلى، ودايما الطرف الاعلى ما بيعملش مجهود قد الطرف الاقل، لان الطرف الاقل هو الطرف اللي دايما بيحاول يبني العلاقة، هو دايما الطرف اللي بيحاول يخلي كل حاجة مظبوطة، يخلي كل حاجة بتكمل. انما النجم ما بيعملش حاجة. فانا عايزك في العلاقة لما تكون انت الاحسن منها، فانت هتكون انت النجم. هو ده النوع اللي انا اقصده. فعشان كده لازم تقنع نفسك وتقنعها، والفكرة دي ما بتتحطش جوه دماغها بالكلام. يعني مش هتقول لها بقول لك ايه انا احسن منك، وكل يوم بقى تقول لها الصبح على فكرة انا احسن منك. عمرها ما كانت بالكلام، لكن الفكرة دي بتتحط بالفعل، تزرعها جوه دماغها في اللاوعي، اللي هو هي عارفة من جواها، وهي عمرها ما هتقولك ان انت احسن منها، لكن هي عارفة من جواها ان هي مع احسن راجل تقدر تبقى معاه، فعمرها ما هتفكر تشوف غيرك، لان هي في اللحظة اللي هتفكر ان هي تستاهل احسن منك الارتباط الفوقي. ليه الكلام ده مهم؟ لان كل العلاقات اللي فيها مشاكل بيكون 99% منها الراجل فاكر ان هي احسن منه، فاكر ان هو محظوظ انه يبقى معاها، فاكر ان هي لو عايزه حد احسن منه هتقدر تجيب بسهوله. فهي يعني هي شخصيه كويسه وشخصيه طيبه ان هي بتمن عليه ومرتبطه بيه. فالعلاقات دي بيكون دايما فيها كل انواع المشاكل اللي ممكن تتخيلها، لانك لو مؤمن بحاجه فهي هتحصل. لو مؤمن ان انت ما تستاهلهاش، شكلك وحش، معكش فلوس، جسمك مش حلو، معكش عربيات، هتسيبك وهتروح لحد كده. فلازم تبقى انت مصدق في نفسك الاول. فتعالى نبقى واقعيين كده، فكر كده في اي حد تعرفه وفكر في نفسك. اي حد بيتفرج، عمرك كنت في علاقه والبنت حاسه ان هي احسن منك والعلاقه كملت؟ وبص الكلام ده ينطبق على كل انواع العلاقات. لو لسه اول مره بتكلمها لحد لو انتوا متجوزين، لازم في كل مرحله تحس ان انت الاحسن منها وهي تحس ان انت الاحسن منها، انتوا الاتنين تحسوا بنفس الفكره. لان تعالى مثلا هديك مثال، انت لسه اول مره تشوف بنت وراح تكلمها، لو داخل تكلمها وانت حاطط جوه دماغك ان هي شكلها حلو، وان هي انا ازاي اروح اكلمها، هو انا هقول لها ايه عشان ابسطها، انا لازم ارضيها، انا لازم اخليها بص تحس انها مبسوطه مني، انا لازم اخليها تديني رقمها في الاخر. هتروح هتكلمها انت حطيتها في مكانه اوريدي، مكانه عاليه، مكانه مش طبيعيه. لما المفروض تفكر فيه ان هي شكلها حلو، مهتمه بنفسها، ما لو مش حلوه كنتش رحت كلمتها. بس هي انسانه، ما انا كمان انسان، اكيد زيي بتخش الحمام، اكيد زيي بتنام وتصحى، برضه بتهتم بشكلها عشان يبان حلو. فاحنا بشر في الاخر، هي انسانه زي ما انا انسان، خليها انسانه. ما تحطهاش في المكان اللي هي ملاك، اللي هو انا هروح اكلمها، انا هقول لها ايه، زيك روح كلمها، انسان عاديه. فما تحطهاش مكانة الملاك، المكانة العالية اللي فوق دي، لأن البنات نفسهم مش عايزين يتحطوا في المكانة دي. فأنت مش هتستفاد أي حاجة لما تعاملها معاملة فوق الطبيعي، أو معاملة هي ما تستاهلهاش، أو تعمل لها حاجة هي ما عملتش حاجة علشان تستاهل إنك تعمل لها الحلو ده. زي ما قلت لك، أنت لازم تزرع الفكرة جوه دماغك زي ما هتزرعها جوه دماغها. بس في فرق ما بين إنك تؤمن بحاجة فلما تبقى مؤمن بيها تتصرف صح، وفي فرق انك تعمل لنفسك غسيل مخ. يعني ما تجيش تقول لي ايوه انا احسن منها، بس هي عندها عربيه تشتغل ب 10000 في الشهر، هي عندها شقه وعندها شقتين، عندها فيلا، وانا ما عنديش حاجه، بس انا احسن منها. لا، انت كده انت بتهزر. يعني لازم يكون الكلام واقعي، لازم تكون انت بتعمل حاجه علشان تجاري طموحها، تجاري هدفها. ما ينفعش هي مثلا بتكون عامله ماجستير وبتعمل وبتعمل وبتسافر وبتروح وبتيجي وانت قاعد في البيت بتلعب فيفا. يعني لو انت هتقدر تجاري الطموح ده
علي على نفسك وعلي عليها وتقول انا هبقى احسن منها فعلا، اعمل كده. لو مش هتقدر، شوف بنت قيمتها اقل. لكن الاحسن هو ان انت تجيب اخرك وتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تبقى احسن نسخه تقدر تبقاها، تبقى راجل كامل، تبقى عندك مكانك وعندك فلوسك وعندك عربيتك وعندك حاجتك، علشان لما تخش اي علاقه يبقى انت اللي مسيطر. انت كامل اصلا، انت جامد، انت مش محتاج حد يكملك، انت اوريدي حياتك حلوه، ومجرد تعاملك مع البنت حاجه انت بتنبسط، فاهم؟ اللي هو حياتك كويسه، انت بس في وقت حلو ممكن تقضيه لوحدك عادي، ممكن تقضيه معاها، حاجه حلوه. يعني مثلا انا كنت في علاقه وانا في ثالثه ثانوي، والبنت وقتها كانت غنيه، اهلها كانوا اغنياء جدا، كان عندهم عربيه وكانت في مدرسه انترناشونال، وكانت بتروح اماكن غاليه، لبسها غالي، حياتها كانت حياه انا ما احلمش ان انا اعيشها وقتها وانا في ثالثه ثانوي في مدرسه السلام الثانويه بنين، قدامنا انا اقلب زباله. هي من مكان، انا من مكان اقل خالص، بس لما كنت بتعامل معاها كان جوه دماغها ان انا اللي احسن منها. عملت كده ازاي؟ وعملت ده بطبيعتي، انا كنت لسه اعرف الريد بيل وما اعرفش الكلام ده كله، بس عملت ده ازاي؟ عملت ده ان انا كان عندي طموح وعندي حلم انا بحاول اوصل له. كان حلم وقتها ان انا يبقى عندي فرقه، وان انا اعمل حفلات واكتب اغاني. فكنت اشتغلت عشان اجيب جيتار، عشان محدش من اهلي كان هيديني فلوس اجيب جيتار، وانا ما كنتش حابب ان الحوار يبقى جاي من اهلي، انا كنت حابب ان انا اللي اشتغل وانا اللي اجيب فلوسه بنفسي وانا اللي اروح اجيبه. فاشتغلت ورحت وتعبت عشان اجيب جيتار في الاخر، ولما جبت الجيتار كانش معايا فلوس ان انا اعلم نفسي اعزف ازاي، فقعدت على اليوتيوب وقعدت اجرب وقعدت احاول واعافر. وبعدين لما اتعلمت اعزف اتعلمت ازاي اكتب اغاني ككلمات ازاي صح، اتعلمت ازاي اكتب اغاني كلحن صح، اتعلمت ازاي اعمل الاغاني دي. فانا كنت عندي دايما حلم اللي هو عارفه انا في يوم هبقى في حفله وفي 70,000 واحد بيغنوا الكلمات اللي انا كتبتها وانا قاعد على السرير في الاوضه. عارفه انا في يوم هبقى من اشهر الناس اللي انت ممكن تشوفيها. احلام عاليه، احلام مش واقعيه شويه، بس انا كان عندي الاحلام دي، ولحد دلوقتي عندي الاحلام دي بس بطريقه مختلفه شويه. بس لما كنت بكلمها وبقول لها الاحلام دي، شوف مع انها هي واقعيا هي في مكانه اجتماعيه اعلى مني بكتير، بس انا شخصيا انا عندي طموح، انا عندي هدف، انا عندي حلم وهوصل له. فدي حاجه كانت بتحسسها هيبقى حاجه في يوم من الايام انا محظوظ ان انا ابقى معاه. فلازم انت كمان يبقى عندك حلم وعندك هدف بتحاول توصل له، لان انت حتى لو ما عندكش اي حاجه بس عندك حلم وعندك هدف عايز تحققه، انت اوريدي قيمتك لو كانت هنا فبقت هنا. وبعدين تعالى نتكلم واقعيا بقى، يعني لو انت مش قادر تصدق ان انت كراجل انت احسن منها، فتعالى نتكلم على قيمتك في سوق الجواز. انت كل ما بتكبر كل ما قيمتك بتعلى، كل ما بيبقى معاك فلوس اكتر، كل ما بتبقى حكيم اكتر، كل ما من الاخر كده بتبقى راجل اكتر، لفيت في الدنيا وعرفت اكتر، فده بيخليها تحس معاك بالامان اكتر، فانت قيمتك بتعلى. لكن هي كل ما بتكبر في السن كل ما شكلها بيقل، وقيمة البنت في سوق الجواز معتمدة على شكلها، فكل ما شكلها هيقل، كل ما بلاش شكلها حتى، كل ما قدرتها الإنجابية بتقل، لأن ربنا خلقهم لما بيكبروا في السن البويضات بتقل، قدرة الحمل بتقل، الطفل بيزيد في احتمال ان هو يتولد بتشوهات اكتر، فكل ما بتكبر كل ما قيمتها بتقل، انت قيمتك بتعلى. فدي حاجه تخليك تثق في نفسك ان انت احسن منها. المهم بقى يعني، وده اللي بشوفه كتير وده اللي بيضايقني جدا جدا جدا، ان يبقى الراجل جامد والراجل محقق انجازات في حياته، اللي هو انا ببص له انا بحترمه، اللي هو انت ازاي عملت كل ده، انا مبسوط، انا عايز اعرف انت عملت كده ازاي عشان ابقى زيك. وفي الاخر تلاقيه بيقلل من نفسه، تلاقيه هو اللي بيكسر مقاديفه، هو اللي يقول لك ايوه بص، هو انا عملت كل ده بس مش مهم، المهم ان احنا في العلاقه احنا متساويين، انا مؤمن بالمساواه بين الجنسين، احنا واحد، اهم حاجه ان احنا نكون متساويين واحنا الاتنين زي بعض في العلاقه. فاللي هو يا اسطى انت ليه بتشتري شغل الفيمينست ده؟ ليه بتغسل مخك بنفسك؟ ليه بتعمل كل الكلام ده؟ لان الاتراكشن، الانجذاب، ان هي تكون بتحبك، ان هي تكون مشدوده لك، ان هي تكون حاسه بحاجه من ناحيتك، عمرها ما بتيجي بحاجه من التساوي، عمرها ما بتيجي بكده خالص. لكن ده بيجي بالتنشن، ده بيجي بالشد، ده بيجي بالجذب، ده بيجي بان انت تشد وترخي، ده بيجي بان انت تلعب معاها الجيم صح، ده بيجي بان انت تبقى راجل، ان انت عندك احلامك وطموحاتك واهدافك وهي بتحاول تشدك منهم ليها، او انت حابه تروح لها وحابه تركز، حابه تعمل عمرها ما بتيجي من ان انتوا متساويين، وعمرها ما بتيجي من ان انتوا واحد، احنا واحد بص، احنا الاتنين متساويين ونفس الحقوق ونفس الواجبات.
في الاخر ينصدم لما تلاقيها بتشوفه اكنه صاحبها، اكنه اخوها او صاحبتها، بنت شكلها وحش بدقن هي شايفاها كده. بس البنت دي لازم لو متجوزين فتنام معاها مرة في الشهر علشان ما تصدعهاش. بس عايز تبقى كده؟ انت عايز تبقى دي حياتك يعني؟ عايز تتعب كل ده عشان تجهز نفسك وتتجوز وبعدين تتعامل المعاملة دي؟ اللي انا اعرفه، اللي انا عايزه، واللي انا واثق ان انت عايزه، ان انت عايز تبقى راجل في البيت، عايز ان انت تبقى بتحبك، عايز ان هي ممكن تقعد تقول لهم احمد ده انا مش فاهماه، انا مش عارف هو بيتعامل كده ليه، بس انا بحبه، انا مش قادر استنى في البيت لما يرجع من الشغل عشان نقضي وقت مع بعض. هي اللي بتطلبك تنام معاها، مش انت اللي بتتحايل عليها. لانك لو ما عملتش كده هتخش في العلاقه المسببه، العلاقه اللي انتوا الاتنين فيها واحد، انتوا سوا، انتوا بتقدروا بعض، العلاقه السويه عشان انت شخص سوي. يعمل كده وهي هتلاقيها بتخرج وبتسافر مع صاحباتها وتقول لك لو ما وافقتش هو انت مش واثق فيا، تروح مع صاحباتها السخنه تشقط كام واحد كام واحد يشقطها، هيخشوا لها ازيك شكلك حلو النهارده تعالى نخرج. عادي شايفها جسم بس قدامه، مش متساويين. شوفها جسم قدامه شكلك حلو تعالى نروح النايت، يروحوا النايت يرقصوا يشربوا، تاني يوم نام معاها ولا حتى عرف اسمها ايه في اليوم كله، هو بس شافها جسم راح شقطها خلاص خلصت. ولما ترجع لك ولا تعرفك اي حاجه. انت عايز تبقى دي حياتك؟ ما هو انت لو بقيتوا متساويين وحست ان هي تقدر تجيب اللي احسن منك، خلاص ما هجيب اللي احسن منك. ده الارتباط الفوقي، ده تكافؤ القردة اللي احنا بنتكلم عنه في القناه من اول يوم، الريد بيل كلها بتتكلم عنه. فما ينفعش تخلي حياتك كده، لازم تخليها تبقى فاكره، ولازم من جواك تبقى متاكد ان انت احسن منها، ان هي لو اللي قلت منك انت اللي هتجيب غيرها. ده كل اللي انا كنت عايز اقوله النهارده. متنساش تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، تشغل الجرس علشان يوصلك المحتوى اللي بنزله اول باول. متفق مع كلامي اعمل كومنت واحكي لي تجربتك، مش متفق وشايف ان انا قلت حاجه غلط اعمل كومنت ونتناقش مع بعض، كومنتات تحت، سبسكرايب، لايك، شغل الجرس.